محشي الكرنب الغني عن التعريف اللي أغلبنا بيحبه. هعمله معاكم بقى بالتفصيل. أول حاجة هنحضر الورق. هنمسك السكينة ونحاول إن احنا نشيل الراس بتاعة الكرنب بالشكل ده. هنلفها بالطريقة دي لحد ما نفكك الراس كلها. بعد كده هنشيل الزيادات اللي من جوه عشان الورق يتفكك معانا بمنتهى السهولة بالشكل ده لحد ما نصغر حجمها عشان هنزل بيها مرة واحدة في المية. وهنا شايفين الورق بيتفكك معايا بمنتهى السهولة لان احنا شلنا الراس كويس جدا. بعد كده هنجهز المية اللي هنسلق فيها الكرنب. اول ما تسخن حطيت معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الكمون، وحطيت حوالي ربع كوباية من اللبن. هجيب بقى الكرنبة بالشكل ده بعد ما صغرت حجمها وقلبتها بالشكل ده. هنخلي الراس مكان الراس هي اللي تحت في المية. اول بقى ما تبدأ تفك كده معانا الورق يتفكك بالشكل ده، هخرجه وهحط الورق اللي انا خرجته ده فوق بعض. هيكمل تسوية لان هو طبعا سخن لسه، هيكمل تسوية مع بعض. مش هنسيبه يستوي كتير في المية المغلية، مجرد بس ما يتفكك معانا كده. وده اول ورق انا كنت فكاه من الكرنب خالص، سلقته برضو بنفس الطريقة. مجرد ما يبدأ يدبل شوية هخرجه وهرصصه كده فوق بعض طبقات بالشكل ده. ونيجي عند الخطوة المهمة اللي انا هقطع بيها بقى الورق ده عشان يبقى سهل معانا واحنا بنلف المحشي. هجيب كل ورقة لوحدها هطبقها بالشكل ده، وهنيجي من عند العرق بتاعها هقوم قطعاه، وبعد كده هلفها بالطريقة دي. والزيادات بقى هعملها بالسكينة بالطريقة دي، وهحاول ان انا اقطع على 3 مرات متساوية. شايفين الورقة متساوية ازاي؟ هقطع كمان واحدة تانية معاكم. قطعت العرق بتاعها وبعد كده لفتها بالشكل ده، والزيادات هشيلها بالسكينة. وهحاول ان انا اظبط بقى المقاسات عشان يبقى كله نفس المقاس، وهطبقها كده فوق بعض. وهنا بقى كان اخر واحدة معانا، هعملها برضو بنفس الطريقة. طريقتها سهلة جدا مفيهاش اي حاجة، مجرد ما ايديكوا عملت اول واحدة خلاص كله اللي بعد كده زي بعضه. وبس كده خلصنا. نيجي بقى عند اهم حاجة وهي التسبيكة بقى بتاعة المحشي. حطيت كده حوالي 3 معالق من الزيت كبار، ومعلقتين كبار مليانين من السمنة. حطيت هنا بصلتين متوسطين او كبار شوية، مفرومين او بقى مبشورين. هشوحهم كده الاول لحد ما نوصل بقى للون ده. هنزل بالطماطم، حوالي كيلو من الطماطم مضروبين في الخلاط، وانا بحب اصفيها، في ناس مش بتصفيها. هنا كيلو من الطماطم متصفي، نزلت بيه بقى على البصل اللي كان مع السمنة. كمان حطيت معلقة كبيرة مليانة من الصلصة الجاهزة. وحطيت رشة من السكر او حوالي معلقة صغيرة قوي، معلقة صغيرة مليانة من البابريكا والفلفل الاسود، وكمان الكزبرة الناشفة. الكمون مش هحطه دلوقت، لسه فيه شوية حاجات هحطها بعد ما الطماطم تتسبك. هنا كانت بدأت تتسبك بقى. حطيت معلقة صغيرة مليانة من الكمون، وحطيت نص معلقة صغيرة من الشطة، وهحط بقى الملح كمان. وهنا زودت فلفل اسود وزودت كزبرة حوالي نص ونص، نص معلقة صغيرة ونص معلقة صغيرة. وحطيت معلقة صغيرة بقى مليانة من الملح. هنقلب بقى الكلام الجامد جدا ده مع بعض. مش قادرة اوصف لكم بقى ريحة التسبيكة دي خطيرة قد ايه، طعمها بيبقى تحفة. اعملوها بقى بنفس الطريقة بالظبط. بعد كده هكون مجهزة حوالي كيلو من الرز. هنزل بقى واحدة واحدة كده بالتسبيكة. وكمان هنشيل منها حوالي معلقتين كبار. ما تنسوش معلقتين كبار من التسبيكة دي، هقول لكم في الاخر هستخدمها في خطوة في الاخر. بعد كده هنقلبها بقى بالشكل ده مع الرز. رز ابيض كيلو مغسول ومتصفي كويس. طبعا هنزود الملح، حطيت حوالي معلقة صغيرة مليانة من الملح. هنظبط بقى الملح عشان احنا طبعا زودنا رز. بعد كده هجيب ربطتين من البقدونس، الكزبرة، الشبت، هتتقطع تقطيع صغير بالشكل ده. وبعد كده هنقلبها على الخلطة بقى بتاعة المحشي اللي قدامنا دي. مش قادرة اوصف لكم بقى الخلطة دي تحفة قد ايه. لأي محشي بجد هتبقى خطيرة. التصوير طبعا ظالم اللون. اللون كان محمر جدا، الطماطم كانت حلوة قوي مع طبعا الصلصة كانت خطيرة. بعد كده هجيب بقى الورق اللي احنا قطعناه، هحط فيه معلقة صغيرة من الخلطة بالشكل ده من النص. وبعد كده هبتدي ان انا افردها على الجوانب. مش هحط كتير طبعا عشان لسه الرز ده هيزيد بالشكل ده. بجيب الورقة على بعضها واحط كمية والف واقوم قطعة، مش بحط
ورق من بره كتير عشان تبقى بالشكل اللي قدامكم ده. هنا بقى رصيتها عكس بعض مربعات بالشكل ده، شايفين الرصة تحفة. وبعد كده هنيجي عند آخر مرحلة وهي الشوربة. لو متاح عندكم شوربة استخدموها، أنا هنا ما كانش متاح فاستخدمت مكعبين من مرقة اللحم. وكمان الصلصة المعلقتين اللي أنا قلت لكم احتفظوا بيها من التسبيكة زودتهم على المية اللي أنا خليتها شوربة. وطبعا هنظبط الملح بتاعها، وحطيت فيها كمان معلقة كبيرة من السمنة. هنزل بقى واحدة واحدة كده على المحشي. طبعا انا غطيته من فوق ومن تحت الارضية، طبعا كنت حاطة فيها العيدان والورق الاخضر بتاع الكرنب، ومن فوق برضو انا غطيت المحشي بالشكل ده عشان لما انزل بالشوربة الرصة بتاعتي تبقى زي ما هي. هغطي بقى بالشوربة لحد آخر صف بالشكل ده على نار عالية الأول لحد ما تتشرب المية، وبعد كده ههدي النار وهحط بقى الغطا لحد ما تتشرب وتستوي بقى براحتها. آخر خطوة خالص بحط بقى مكعبات كده من السمنة، وكمان بحط مكعبات من الزبدة. هسيبها بقى كده على الوش بتاع المحشي. الحركة دي بقى مش فاهمين بتفرق قد ايه في المحشي، بتبقى تحفة. وهنا اللحظة الحاسمة، ايه الجمال ده، بجد تحفة، طعمه خطير مفهوش ولا غلطة. الطعم والتسبيكة ولفة المحشي مظبوطة 100%.